بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة يا أبطال هنكمل باراجرافات الترم الثاني. Where people live، أين يمكن أن يعيش الناس. Where يعني أين، people معناها الناس، live معناها يعيشون. Where people live معناها الأماكن التي يمكن للناس أن تعيش فيها، أو أين يعيش الناس. Humans كان يستطيع البشر live أن يعيش anywhere في أي مكان. But لكن people الناس look for تبحث عن three things ثلاثة أشياء. يبقى كلمة humans معناها الجنس البشري أو البشر أو الناس. كان live معناها يستطيعون أن يعيشوا anywhere في أي مكان. but لكن people الناس look for يبحثون عن three things ثلاث أشياء. إيه هم بقى؟ climate الطقس، water الماء، and soil والتربة. يبقى الناس عشان يسكنوا في أي مكان بيبحثوا على ثلاث أشياء: climate اللي هو الطقس، water الماء، and soil والتربة التي يزرعون فيها النباتات. full stop. people فالناس like تحب a temperate climate تحب الطقس المعتدل. يبقى كلمة temperate معناها معتدل، climate معناها طقس. temperate climate معناها الطقس المعتدل. we نحن need نحتاج water الماء to drink كي نشرب زي ما شوفوا في الصورة دي. and to help وكي تساعد our crops تساعد محاصيلنا grow على النمو. full stop. we نحن need نحتاج fertile soil معناها تربة خصبة. كلمة soil معناها تربة، fertile معناها خصبة، fertile soil معناها تربة خصبة. يبقى we need نحن نحتاج fertile soil التربة الخصبة زي ما تشوفون الصورة اللي في الوسط دي. so the crops حتى تتمكن المحاصيل have في أن تحصل على lots of الكثير من nutrients الكثير من العناصر الغذائية. كلمة nutrients هنا معناها العناصر الغذائية. humans فالبشر أو الناس are يكونون very good at جيدين جدا في adapting to في أن يتكيفوا على live أن يعيشوا in different environments في بيئات مختلفة. نقرا كمان تاني يا شباب عشان تعرفوا تقراوا كويس. where people live humans can live anywhere but people look for three things: climate, water, and soil. People like a temperate climate. We need water to drink and to help our crops grow. We need fertile soil so the crops have lots of nutrients. Humans are very good at adapting to live in different environments. ودي يا أبطال ترجمة الباراجراف علشان تذاكروها براحتكم. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.